مشاهدي الفضائية المصرية، مساء الخير عليكم جميعا أينما كنتم في أي مكان في العالم. في برنامجنا نرصد لكم ذلك الجانب الآخر من مصر، ونضع أمامكم تلك الأخبار التي لن تروها متصدرة نشرات الأخبار مصر، ولكن من زاوية أخرى: مؤتمراتها، حفلاتها، ندواتها، معارضها، لياليها، وكل ما يجري فيها لحظة بلحظة نضعه لكم تحت الضوء. تابعونا. حلقتنا النهارده عن احد معارض الفن التشكيلي المنتشره في ربوع مصر من اقصاها الى ادناها. تعالوا نشوف حركه الفن التشكيلي وهي في قمه ازدهارها. معرض اسمه خطوة عزيزة، وأنا اخترت اسم خطوة عزيزة. أنا بحب اسم عزيزة جدا، فسميت المعرض خطوة عزيزة، وكمان عشان يبقى بيرحب بالناس اللي موجودة. دي حاجة، والحاجة التانية العروسة ديت اسمها عزيزة، فالاتنين يعني مع بعض. أنا بشتغل في العرايس بقالي 4 سنين. بشتغل عرايس بشكل بقى متواصل، وبنزلهم على القناة على اليوتيوب. كل عروسة من دول ليها اسم وليها شخصية، وهي اللي بتتكلم عن نفسها. الأول فكرة العروسة جات علشان خاطر انت بتبقى عاوز تقول كلام، عايز توصل فكرة معينة، بس مش عايز انت اللي تقولها، عايز حد تاني هو اللي يقولها. فكان ده فعلا دور العروسة. بخلي العروسة هي اللي تتكلم، ببقى الكلام هو في قلبي، بس بخليها هي اللي تتكلم بدالي. يعني عموما انا بتبقى في مثلا حاجة مأثرة عليا قوي، شغلاني الفترة ديت، فبيبتدي هي الاول جت في بالي الفكرة، وبعد كده ابتدي بقى في التصميم. اصمم بقى العروسة، انا عاوزة اعملها صعيدي ولا نوبي ولا من القاهرة ولا اجنبي. ممكن اعمل شخصيات اجانب او الشخصيات الفرعونية. المهم هي بتبقى الفكرة في بالي، ببقى عايزة اقول حاجة معينة. ببتدي بقى اعمل العروسة الجسم، وبعد كده اصمم لها الفستان، وبعد كده ابتدي بقى التكوين، ارسم لها وشها. ولحد بقى ما هي ما بتتكلم، هي بتبتدي العروسة تتكلم وانا بعملها. العروسة هي اللي بتتكلم فعلا. انا كان في عندي عروسة اسمها شيكو، طلبته مني واحدة صاحبتي، قالت لي انا عاوزة العروسة الولد ده لبنت. فقلت لها بنت طالبه عروسه ولد، مش غريبه؟ قالت لي هي ذوقها كده. قلت لها طيب ماشي. جيت عملت فعلا شيكو. اللي حصل ان شيكو ما طلعش وشه كيوت خالص زي ما انا ما كنت متوقعه. انا بتعامل معاه هيطلع ولد بيبي كده امور لهديه للبنت، فبعدين لما عملته ما طلعش كيوت خالص. انا بكلمه وانا بعمله، انا بكلمه
لقيته هو فجأة رد عليا والصوت اتغير وكل حاجة. قال لي انت مش بتحبيني، انا ما طلعتش كيوت زي ما انت عايزة، انت مش مبسوطة مني. وحوار بقى، قعدنا كان يوم جمعة من اول الصبح لحد بالليل، وانا مع شيكو ساعات طويلة، واحنا كل الوقت بنتكلم مع بعض. حالة كانت غريبة. الدول الأوروبية صدرت لنا العروسة بتاعتهم اللي شبههم، أمورة وحلوة، وإحنا كمان اتعودنا إن العروسة يبقى شكلها كده. العروسة البيضة اللي شعرها أصفر، العيون الخضراء، العيون الزرقاء، ودي مش ملامحنا، دي مش شرقية زينا. فأنا كان نفسي إن عروستنا اللي البنات في الشارع وفي البيت بتلعب بالعروسة، العروسة بتاعتها تبقى شبهها، تبقى عروسة مصرية زيها، عشان البنوتة بتكره العروسة وبتطلع الكبت عليها وبتضربها، وتلاقي بقى بالقلم الجاف بيبشلة كده في خدها. اعرف ان ده كله جاي من ان البنت عروستها مش شبهها، ودي لوحدها مشكلة. يعني لازم البنت او الولد يحس ان الدمية اللي معاه او الحاجة اللي هو بيتعامل معاها حتة منه شبه اخوه، شبه اخته، شبهنا. ولو احنا اهتمينا، انا عارفه ان الحكايه دي مكلفه ماديا ومصانع وقصه يعني، لكن لو اهتمينا بالحكايه دي، العروسه المصريه هي اللي هتسود العالم كله، لان كل بلد بتصدر لنا عروسه بشكل واحد. احنا عندنا 100 شكل، الفلاحي شكل، والنوبي شكل، والفرعوني شكل. فشوف لو فتحنا بس سكه للعروسه المصريه. طبعا عشان انا بحب الصعايدة قوي، مع ان انا مش صعيدية، بس بحبهم، بحب لمتهم مع بعض، وبحب جوهم يعني، وبحب لغتهم، بحب اللهجة بتاعتهم قوي. فبحاول اقلدها وبحاول اتكلم زيهم. فعملت عوضين، دي قصة حب بقى في الصعيد في جنوب مصر. عوضين كان بيحب